أثار مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ضجة جديدة بعد إصداره فتوى جديدة يبيح من خلالها أكل الرجل زوجته في حال ما أصابه جوع شديد وخاف على نفسه من الهلاك، مؤكدا أكل عضو واحد من جسدها أو أكل الجسد بكامله إن بلغ الجوع به مبلغا عظيما، معتبرا هذه الفتوى دليلا على تضحية المرأة وطاعتها لزوجها ورغبتها في أن يصيرا جسدا واحدا، حيث أثارت هذه الفتوى جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي وبالأخص على موقع تويتر الذي ينشط فيه المستخدمون السعوديون الذين عبروا عن صدمتهم من هذه الفتوى الغريبة العجيبة. هذا وتعيش المملكة العربية السعودية حالة من الجدل الاجتماعي والشرعي والحقوقي حول زواج القاصرات، بعدما رصدت الصحف المحلية على مدى أشهر عدة أشكال للزواج يتم خلالها زفاف فتيات صغيرات للرجال في أعمار آبائهن أو أجدادهن بدافع المصالح في الأغلب.